السلام عليكم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ النهارده هنعمل معاكم طبق كشري احلى من بتاع المطاعم. معايا نص كيلو عدس، اغسله كويس وانقع نص ساعه وبعد كده ارفعه على النار يستوي. ودلوقتي هنروح نسلق المكرونه. هيكون معايا كيسين، واحده سباكيتي ومكرونه صغيره، وانت طبعا ما تحبي. انا سلقت الاتنين، عاوزه تخليها واحد نوع واحد اللي تحبي. نروح نعمل صلصه الكشري. حله على النار وشويه زيت وثوم مفروم زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده، وبعد كده ننزل عليها الطماطم، ننزل عليها البهارات، فلفل وكمون وملح وشويه شطه. تعالوا نشوف المكرونه اللي احنا سلقناها شكلها حلو ازاي، وهنروح بعد كده نصفيها. وخلي بالكم ما تطلعش معجنه معاكم، ونحطها على جنب. يكون احنا جهزنا الرز بتاع الكشري. حمري شويه شعريه ونزلي عليها الرز، وتظبطي الميه بتاعتك والملح بتاعك. وبعد ما الرز يستوى ننزل عليها العدس الجبه ونقلبه بالشكل ده، ويطلع معاكم الشكل اللي انتوا شايفينه ده. نجيب طاسه على النار، نحط شويه زيت وننزل على البصل حلقات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وقت ما اخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده قدامكم، هنطلعه نحطه في الطبق ونصفيه من الزيت، وهيطلع معاكي بالشكل ده. تعالوا نعمل احلى دقه كشري على طريقتي انا. فصين توم، كمون، شطه شطشطيها طبعا، وليمون وخل، وهنقلبهم تقليب كويس، وهكون كده جاهزت معانا دقه الكشري. وتعالوا نجهز احلى طبق كشري ممكن تاكلوه. اتمنى ان انا اكون خفيفه على قلوبكم، ويكون المحتوى بتاعي عجبكم. وما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وده شكل الطبق النهائي بتاعنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.